الفيديو ديال اليوم غنصوبوا مع بعضياتنا بسطيلات ودينيم بنكهات مختلفين. نبداو على بركه الله. بالنسبه للنيم غنحتاجو هنايا واحد الحبه اولا واحد الراس متوسط ديال البروكولي، حكيته بصله كبيره شلطتها. عندي هنا 5 ديال الخيزوات، حكيتهم على شكل طولي، يعني ماشي ديك الحكاكه رقيقه اللي كتقطع هكا طويل. عندي هنايا شويه ديال الشعريه صينيه كنرقدها دائما انا في المبارد، هي اول حاجه كنخليها تاخذ راحتها كتطلق. عندي 250 غرام ديال الكفته. توابل عندي هنا صوص صوجا، الملح، الابزار، شويه ديال الهريسه، الثومه بودر، وشويه ديال التحميرات كذلك، والزيت باش غادي نطيبو. اول حاجه كناخذوا المقله ديالتنا كنسخنوها وغادي نضيفوا ليها الزيت، المائده، غير زيت عادي، زيت المائده. من بعد ما كتسخن لك الزويته غادي نضيفوا البصله ديالتنا، غادي نشحروها بطبيعه الحال كنواصلوا التحرك ديالها حتى كتاخذ داك اللون، كتدبل وكتبدا تاخذ داك اللون الذهبي، يعني ماشي تحمروها بزاف انها مازال غادي طيب مع خيزو ومع بقيه ديال الخضر. هنا من بعد ما صافي بدات تاخذ داك اللون المحمر غادي نزيد عليها خيزو وغادي نحرك وكنغطيه مره وكنرجع نعري عليه ونحركه باش هكا ما كيسقليش في قاع ديال المقله وكيطلق داك البخار ديالو، وهكا باش كيطيب وكيدبل. كل مره كنطلعوا عليه وكنحركوه، ما تغفلوش عليه. العافيه ديروها متوسطه باش ما تخطف لكمش في الطياب. صافي غير كيطيب لكم كيبان بانه دبل وصافي، راه يعني تقريبا تيكون وجد طيب. كنزيدوا عليه بقيه ديال المكونات اللي هي البروكولي، راه دغيا كيطيب البروكولي. بطبيعه الحال كديروا الخضر نتوما اللي بغيتو. انايا دائما كندير خضره اللي انا في الدار عندي ما تياكلوهاش ليا. البريوات حنا كاملين كناكلوهم، ورمضان حنا كنحتاجوا اننا ناكلوا الخضر بزاف. هنا زدت البروكولي كيف ما قلت لكم. البروكولي عنده دقيقه واحده تيطيب، ما تياخذش اكثر من دقيقه. غادي نحركو واحد شويه غير يدخلوا داك الصهد ديال الخيزو والصهد ديال العافيه. صافي غادي نضيف الكفته ونخليهم يطيبوا بجوج مع بعضياتهم، يعني الوقت اللي كطيب فيها الكفته راه تيكون حتى هو طاب. صافي هنا غادي نضيف الكفته وغادي نحرك وهكا كنحلها باش هكا طيب دخلها الطياب وتفرتت لينا. وصافي من بعد ما كتوجد راه غادي ندوزو باش اننا غادي نضيفوا ليها العطريه. صافي هنا من بعد ما تحلت ليا داك الكفته، هنا غادي نضيف العطريه. هنايا درت معلقه كبيره ديال صوص صوجا. غادي نضيف كذلك الابزار، شويه ديال الابزار، وكذلك غادي نضيف التحميره. غادي نضيف معلقه صغيره، وغادي نضيف نص معلقه صغيره ديال الثومه اون بودر. كيف ما كتعرفوا رمضان الثومه طريه مكروهه بالنسبه على ود الريحه ديالها. هنا كنستعملوا دائما الثومه لي بودر، كتكون الريحه ديالها خفيفه بزاف. المهم كتجي غير نسمه، ما كتخليش داك الريحه في الفم ولا هكا في الطياب. صافي هنا درت شويه ديال الهريسه، كذلك غادي ندير الملح الكافي وغادي نحركهم ونخليهم يتشحروا مزيان مع داك العطريه وتدخلهم العطريه، يعني واحد شويه غير شويه بما غير هكا تعلكوا وكلهم تشربوا داك العطريه. وصافي غادي ندوز باش انني غادي نضيف لهم الشعريه الصينيه اللي قطعتها، يعني حيدت ليها داك الماء ديالها، نشفتها مزيان من الماء وقطعتها. هنايا الشعريه الصينيه طريقه زوينه البنات، ما تبقاوش ديروها في الماء سخون لانها دغيا كتعجن. هكا كتبقى قابطه في راسها، غير الماء بارد هذا كتبقى هكا قابطه في راسها. وهنا مع فعل الحراره ديال الخضره ديالتي راه غادي تزيد تدبال مازال. صافي هنايا طفيت البوطه، غادي نحرك مزيان حتى هذاك الشعريه الصينيه كتدخلها التوابل وكتعطر كتنسم حتى هيايا. تقدوا كذلك تزيدوا العطريه ديال الدجاج، تقدروا تزيدوا العطريه ديال اللحم الى عندكم اللي تكون فيها هكا الزعتر، اليازير، تكون فيها كاع المنسمات، الورق سيدنا موسى كيكونوا مطحونين. المهم هنايا صافي من بعد انا ضفت 3 ديال الفرماجات هكا مثلثين، ديروا اي نوع الفرماج عندكم، الجبن، وكتخلطوا مزيان حتى كيتعلق لنا داك الحشوه. غادي نحطها جانبا، غادي نخليها تبرد جانبا، وغادي ندوزو باش اننا نصوبوا البسطيلات. بالنسبه للبسطيلات هنايا غادي نحتاج حليب ديال الكوك، تستعملوا دانون. عندي 2 معالق حليب ديال الكوك، تقدروا تعوضوهم بدانون مسوس اولا دانون ديال الكوك. هني عندي معلقه كبيره ديال الكوك. عندي صوص صوجا معلقه كبيره اللي كتكون حلوه. هنا هنا عندي شعريه صينيه حتى هي رقدتها في الماء بارد. شويه ديال الخردل اولا المطرد. هنا عندي شويه ديال الزعتر محكوك وجوج معالق كبار ديال الفرماج محكوك. غنحتاج ليه بصار، الهريسه، ثومه اون بودر، ونحتاج كذلك سكينجبير وشويه ديال التحميره. وغادي نحتاج لهنا صدر ديال الدجاجه اللي قطعته قطع صغيور على هذا الشكل هذا.
كنجيبوا الاناء ديالنا، غادي نديروا فيه الشرموله اللي هي كاع التوابل اللي ذكرت. كيف ما قلت لكم يعني حليب ديال الكوك تقدوا تعوضوه بدانون ديال الكوك او لا دانون مسوس، يعني بحال بحال. كندير كلشي، يعني الحليب درت الكوك، درت الزعتر، درت هذاك الخردل، درت صوص صوجا اللي كتكون حلوه. تقدروا ديروا حتى العاديه اللي كتكونش حلوه، يعني بحال بحال. هنا شويه ديال التحميره، شويه ديال الثوم اون بودر. المهم درت كاع المكونات كاملين، خليت غير الفرماج. درت كذلك شويه ديال الهريسه، وغادي نضيف الملح، وغادي نضيف الدجاج ديالي، غادي نشرملو مزيان. غادي نخليهم ليله كامله حتى 6 سوايع، يعني القليله خليهم واحد 5 سوايع كيتشربوا هكا العطريه وداك يتنسموا مزيان بداك الريحه ديال الكوك. وصافي هنا كنجيبوا المقله ديالتنا، كنديروا فيها شويه ديال الزبده اولا الزيت اللي متوفر عندكم، ولا تخلطوا بيناتهم. وهنا كندوزو اننا كنقليو الدجاج ديالنا اولا كنحمروا كنطيبوا داك الدجاج ديالنا، كنحاولوا نحركوه مزيان حتى كيدخلوا داك السخونيه، ومن بعد كنغطيو عليه وكنخليه واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق كيطلق داك الماء على خاطرو. البوطه ما كتكونش مجهده بزاف باش ما تحرقوش. حنا بغينا نخليو فيه داك العصير ديالو لان غنسمو به الشعريه الصينيه. صافي غنغطي عليه ونخليه تقريبا واحد 4 ديال الدقائق ولا 3 ديال الدقائق، غير كيطلق الماء وتيبقى هكا فتي، يعني ما طيبوش تيقصح، خليوه يبقى فتي، غير يبقى هكا كتمعسوه بالمعلقه ديالكم كيبان لكم بانه كيتمعس. صافي الا بان لكم طلق الماء بزاف كتنقصوا شويه من داك الماء على هذا الشكل هذا. انا هنا غادي نقص من هذا الماء، خلى لي الماء بزاف، وغادي نخلي فيه غير شويه باش هكا الشعريه الصينيه تشرب داكشي اللي يبقى. هنايا صفيته واحد شويه كيف ما بان لكم. غادي نضيف الشعريه الصينيه وغادي نحركها مع هذا الخليط اولا مع هذا الدجاج، ونخليها هكا تعلق وتشرب داك لاصوص اللي بقى. الا بانت لكم بانها باقيه مفازقه كديروها في شي صفايه وكيهبط منها هذاك الماء باش هكا ما تقطع ليناش الورقه ديالنا. صافي هنا راها وجدت كيف ما بالكم. غادي نحيدها على البوطه نخليها جانبا، وغادي نصوبوا الحشوه الثانيه اللي غتكون معها. كنجيبوا مقله اخرى كنديروا فيها واحد المعلقه كبيره هكا ديال الزبده. عندي هنايا 2 معالق كبارين ديال الكوك، عندي هنا معلقه كبيره ديال الكركاع اللي هرمشتو هكا بين يديا. وصافي هنايا كنديروا العافيه كتكون متوسطه ماشي مجهده، وكنخليهم هكا يتحمروا كياخذ لينا داك جوز الهند كياخذ لينا هذاك اللون الذهبي، يعني ماشي كيتحمر بزاف، غير كيولي ذهبي هكا واحد شويه. غادي ندوزو باش اننا غادي نزيدو عليه السكر سنيده باش يولي عندنا كراميليزي. احنا بغينا يولي هكا معلق يجي زوين في المذاق. البوطه في هذه المرحله من ولا ذهبي نقصتها حتى ولا بحال الشميعه. زدت شويه ديال الابزار اللي تكون هكا الحبيبات ديالو ملونين، داك الحمار والكحل غير شويه، ما عندكمش بلاش. زدت هنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده كيف ما قلت لكم العافيه هنا نقصها مزيان. وصافي كنبدا نحرك بشويه بشويه حتى داك السكر كيذوب وكيتعلق وكيولي عندنا بحال الكراميل. من بعد ما غادي يتحمر لينا مزيان حاولوا انكم ما تحرقوش، لو حرقتوا ما غاديش يبقى عندكم نسمه فيه زوينه. صافي هنا من بعد ما تعلق كيف ما شفتوا داب ليا السكر، غادي نزيد هنايا شويه ديال الهريسه تقريبا غير شويه باش هكا يعطينا واحد المذاق ديال الكراميل بنكهه ديال الهريسه. ضفت كذلك شويه ديال الملحه. وصافي هنا طفيت البوطه وكنحركهم حتى كيندمجوا مزيان داك الهريسه والملحه مع الكراميل ديالنا اللي حضرنا. وهنا كنجيبوا الدجاج اللي صوبنا، غادي نديروا فيه الخليط اللي درنا دابا ديال الكوك، غادي نضيفوا عليه البوطه. بطبيعه الحال حنا طفينا عليها، صافي كنحركهم مزيان حتى كيندمجوا. وصافي كتكون هذه هي الحشوه ديالتنا كتكون واجده. صافي هنا من بعد ما بردت لي الحشوه تماما، يعني حتى كتبرد، زدت عليها 2 معالق كبار ديال الجبن اللي قلت لكم فرماج محكوك. انا كندير الموتزاريلا ما فيهاش الملحه كتجي زوينه، كنحركهم مزيان. وصافي هنا غادي ندوزو باش اننا غادي نعمروا البسيطلات ديالنا وكذلك البريوات. هنايا كنستعمل هنايا غادي نستعمل هذه الورقه ديال البريوات، كتجي شويه الاستيك كيف ما بانت لكم. كناخذها عند شينوا. هنا في اوروبا حنا ما عندناش ورقه ديال البسطيله وما كاين ما احسن منها بصراحه. وهذه هي الحاجه هذه الورقه هي الحاجه الوحيده اللي كتستقف هكا كتجي متوغله وزوينه هكا في البسطيلات. كيف ما شفتوا خديت وحده دهنتها بالزيت وقلبتها، يعني الجهه اللي مدهونه درتها لتحت ودرت وسط منها المول، ودرت واحد طريف من الوسط باش هكا ما تجينيش رقيقه بزاف الطياب. وكنبدا نبرم، يعني كنبدا نلوي بالطريقه العاديه اللي كنلويو بها اولا كنلمطوا بها البسطيله ديالنا. كان شي حاجه زايده راه كنزولوها بالمقص، يعني كنقطعوها. بالنسبه لهاد الورقه اللي استعملت انا كندهنها بزيت لانني غادي ندخلها للفران، لانها ما كتقلاش في القليان، ما كتقلاش، ما كتجيش زوينه، وهي واقفه واحد شويه قاصحه ماشي بحال الورقه ديال في دو بريك والورقه ديال الفيلو، حتى هي ما كتقلاش كتدخل غير الفران. الوغ في دو بريك هي الوحيده اللي كتقلى.
ولكن ما كتجيش زوينه هكا في الطلمات ديال البسطيلات. داكشي علاش استعملت انا هذه، وهنا دهنتهم هكا باش انني غادي نديرهم غير في الفران هكا يجيو شويه صحيين، ماشي بحال فاش كيكونوا مقليين. غادي نواصل بنفس الطريقه، يعني كنعمر وكنلمط، كنحيد الزوائد، وغادي حتى غادي نكملهم يعني نفس الطريقه اللي كنصوبوا بها حنا البسطيلات. صافي وهكا تيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. انا غادي نخزنهم في المجمد ان شاء الله حتى الشهر ديال رمضان، وديك الساعه غادي نقدموهم. هنايا بالنسبه للشكل الثاني، يعني غادي نشكلو على شكل هكا، غادي نشكلو على شكل لينام. يعني غادي ناخذ الورقه كندهنها يعني بنفس الطريقه، البلاصه اللي مدهونه دائما هي اللي كتكون لتحت. وصافي كنعمروا الحشوه ديالتنا بما انهم مقطعه مربعه، كتجي سهله في التنيه في صراحه، حتى كذلك في الخدمه ديالها. ولكن ماشي المذاق ديالها ماشي زوين بزاف، لانها كيف ما قلت لكم غليظه. صافي غادي نتني الجوانب على هذا الشكل هذا، وكنروليها طريقه سهله وكتعاون بزاف في الخدمه في صراحه. ماشي مشكل، المهم الماكله ديالتها ماشي شي حاجه. بالنسبه حنا اللي مجربين الورقه ديالتنا د المغرب، ما كاين ما احسن منها بصراحه. كندهن وكنرجع نقلبها. كندير الحشوه ديالي انا هنا درتهم شويه كبارين، ديروهم صغار، ديروا بالعبار اللي بغيتو، كذلك ديروهم على شكل البريوات. المهم الشكل كيبقى لكم نتوما. غادي نكمل بنفس الطريقه، اولا غادي نمشي بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. وصافي هكا من بعد ما كنكملهم تيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. انا هنا كيف ما قلت لكم غادي ان شاء الله غادي نحطهم في لاطابل ديال رمضان، وغنشارك معكم الطريقه ديال التزيين ديالهم، وكذلك كيفاش كيجيو من الداخل والتحميره ديالتهم. غادي نديرهم في المجمد، وان شاء الله نتلاقاو في الايام ديال رمضان مع فيديو جديد ومع وصفات جديدين.